بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كتير من النساء والبنات بيمشوا على نظام غذائي، على دايت بالحرف وبالكلمة. أكل ما بناكلش إلا اللي مكتوب بالظبط في الجدول اللي الدكتورة كاتبه لنا. ممنوعات كتير احنا منعينها، ما بناكلهاش. عزومات كتير لو اتعزمنا بنرفضها، ما بنرضاش نروح علشان ما نضعفش قدامهم وما يبقاش شكلنا وحش ويضغطوا علينا في الاكل فناكل. حتى العزومات ما بنروحش، ومع ذلك برضو الميزان واقف، وكأن الجسم دخل في حالة من الجمود، تجمد، مش عايز ينزل نهائي ولا حتى جرام. حتى الهدوم اللي بيشتروها بدأت يبقى شكلها مش مظبوط عليهم خالص، ومش عارفين يبقى الشكل في اللبس شكل مظبوط او كويس. وده فعلا بيخلي الستات والبنات يتضايقوا جدا، ويحصل ليهم حالة نفسية مش كويسة. فتقول طب انا مش خارجة، انا مش هشتري لبس، انا جسمي شكله وحش، انا تخنت جدا. ومع ذلك ان تصاب بالاحباط بالرغم انها ماشية على كل حاجة بحذافيرها بالظبط، الا ان جسمها وقف جدا. طيب، هل الموضوع بيكون فعلا هو الجسم اللي بيقاوم؟ الجسم هو خلاص وصل لحالة معينة انه مش متقبل اي نظام غذائي عشان يخس عليه؟ طب يا ترى ايه الاسباب اللي تخلي اجسام كتير ثابتة وجامدة ما بترضاش تخس خالص؟ طيب، هل في بعض الاخطاء ممكن البنات والنساء بيعملوها خلال نظام غذائي او في خلال لايف ستايل بتاعهم في التغذية نفسها هو السبب، وهما ما يعرفوش اصلا ان هو ده السبب في ان الرجيم ما بيجيبش نتيجة؟ ايه هي الاخطاء اللي ممكن يعملوها ويتجنبوها ازاي؟ وهل بقى لو صاحبتك خدت نظام غذائي وراحت للدكتورة وطالعة بالورقة ومبسوطة ومعاها الجدول، فانت تقولي لها طب خلاص بصي هنوفر مع بعض وهاخد انا الورقة دي وامشي عليها، هل فعلا انت هتخسي وهي كمان هتخس على نفس النظام ولا ايه؟ هنعرف كتير من التفاصيل هتجاوب عليها ضيفتنا الفاضلة الأستاذة أميمة درادكا، أخصائية التغذية العلاجية. السلام عليكم وأهلا مرحبا يا أستاذة أميمة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكي، وشكرا على تكملة الجزء الثاني من الحلقة الجديدة شكرا اللي ليكي، شكرا نعرفها ليكي. لنستكمل موضوعنا القديم. الحقيقة هو موضوع مهم جدا، وكان متبقي معانا محاور مهمة كان لابد من ان احنا نستكملها. زي ما قلت في البداية، وقف الجسم تماما ودخل في حالة من حالات التجمد، مش عايز ينزل خالص خالص. خلينا نتكلم عن ابرز الاسباب اللي بتوصل الاجسام او بعض الاجسام انها توصل لحالة من الجمود، ما بتخسش نهائي ولو حتى جرام على الميزان. صحيح. هلا هذا شيء طبيعي ووارد جدا انه يحصل اثناء عمليه اتباع اي نظام غذائي. اول شيء في كثير اسباب متعدده ممكن لهذا الموضوع. أول شيء الاستمرار المستمر على نفس النظام الغذائي وعدم تغييره أو عدم الاتباع في بعض التركات صراحة إحنا بنتبعها عن تطبيق أي نظام غذائي لحتى الجسم يكسر الهبت أو العادة اللي هي بتاخذ عليها الجسم. فالاتباع النظام الغذائي نفسه، يعني مثلا في كثير أشخاص بيتابعوا مع أخصائيين تغذية، فبيروحوا مثلا اول زياره بياخذوا نظام غذائي وبيستمروا عليه عشان مثلا ممكن يفكروا انه خلاص هذا كافي على انه ينزلني وزن. لكن هو المتابعه مع اخصائي التغذيه هي ما تكتفي ببرنامج واحد، ولكن هي المتابعه المستمره والمراقبه اللي بتستلزم في لحظات معينه تغيير الشامل للنظام الغذائي المتبع، تغيير في التوزيع السعرات الحراريه، تغيير في بعض نوعيه الاطعمه. حتى الاخصائي التغذيه بيقدر يقرر وين الخلل اللي عم بيصير اثناء اتباع النظام الغذائي لحتى ما صار نزول وزن، لانه في عباره عن استماع كامل وكيفيه تطبيق النظام الغذائي، ايش اللي دخل على النظام الغذائي. لانه احنا كاشخاص طبيعيين ممكن انا افكر انه انا متبع النظام الغذائي بتقريبا نسبه نحكي 95%، اكيد معناها لازم انزل وزن. لكن ممكن انا دخلت اشياء بسيطه جدا بنظري وهي في الواقع بيكون لها تأثير كبير جدا على النظام الغذائي. فهذا الشيء وارد. يعني نحن حكينا من الأسباب اتباع نظام غذائي نفسه على مدى طويل. الشيء الثاني اللي هي عدم ممارسة التمارين الرياضية كمان ممكن تؤدي لعدم الاستمرار في استجابة الجسم للنظام الغذائي.
كمان احيانا في بعض الاشخاص ممكن يتبعوا نظام رياضي لنحكي او التمارين الرياضيه ومتبعين نظام غذائي صحي، لكن احيانا بيكون الخلل في النظام الرياضي نفسه. احيانا ممكن يصير فعليا مو خلل، احنا بنحكي صراحه هو شيء جيد، احيانا بيصير في نزول وزن لكن الميزان ما بيظهر نزول وزن، ولكن هو نزول الوزن صار في مقدار الدهون اللي مخزنه في الجسم، وما ظهر لنا نزول الوزن في المقدار لانه بالمقابل صار في زياده وزن في الكتله العضليه للجسم. يعني عشان اوضحها اكثر، ما بعرف اذا وضحت. هلا انا كشخص متبع نظام غذائي صحي وعم بعمل رياضه، المفروض انا انزل وزن، هذا الشيء اجباري، لكن انا لما باجي بوزن الوزن انا بلاحظ جسمي ممكن بيتغير، لكن لما بوزن انا معطيني وزن نفسه او احيانا ممكن زياده في الوزن. هون في بعض الاشخاص صراحه بصير عندهم احباط وبصير عندهم الملل من هذا الموضوع. نحن هون بنحكي لهم لا، هو شخص فعلا ممكن يكون نزل وزن، هذا الشيء طبيعي، نزل وزن، لكن نزل وزن من الدهون المخزنه في الجسم. وهو لانه رياضته كانت عم تعتمد على رياضه اوزان او اثقال وتكرار عالي، صار زياده في الكتله العضليه اللي في الجسم، فصار نزول وارتفاع، اما صار بمقدار واحد فضال صار عندنا نزول الوزن بنفس المقدار فثبت الوزن، او احيانا نزل دهون ولكن معدل ارتفاع العضل صار اعلى فصار في زياده بالوزن. هذا شيء جيد لانه مقدار الكتله العضليه في الجسم هي شيء جيد، وهي بتعلي من طاقه الحرق، يعني ما يتسببوا بالاحباط ابدا، وبالعكس مقاسات الجسم وشكل الجسم بيتغير، هذا الشيء اكيد. طيب احنا نعمل ايه على اتفضلي. بس في شغله وحيده بدي احكيها بهالموضوع، انه عشان الناس ما تشعر في الاحباط، انه النزول في الوزن مش المقياس الوحيد هو الوزن فقط، لانه الميزان عباره عن جهاز الكتروني قد يتاثر بمختلف، ممكن هو يكون عطل، ممكن هو يكون قراءته او السنسور تبعه اختلف، احيانا ممكن اختلاف في جسمنا، يعني الوقت اللي توزننا فيه، الملابس اللي نحن لابسينها لها اوزان مختلفه طبعا. احيانا ممكن الانسان يكون عنده امساك، ممكن يكون في بعض مثلا الانسان ما دخل التواليت ففي بالامعاء، احيانا في بعض الاوقات عند الاناث اللي هي وقت الدوره الشهريه كمان هي بتاثر في زياده الوزن، فهون في اوقات معينه بتاثر عكسيا على مقاس او قراءات اللي هو الوزن، فممكن يكون نزول وزن لكن الميزان بيعطينا قراءه خطا. طيب امتى بقى، يعني بما ان حضرتك اتكلمتي عن موضوع الميزان، امتى نوزن نفسنا الوقت الصحيح للميزان، ويكون مثلا ايه اللي المفروض نكون لابسينه؟ لان في ناس بتفضل رايحه جايه على الميزان طول النهار، انا خسيت كيلو، انا زدت كيلو، حاطه الميزان في الصاله كده ورايحه جايه تعدي عليه. فقولي لنا اصلا الميزان ده يعني نتوزن عليه ازاي، وايه الاصول بتاعته؟ صحيح. هلا الاصل في الوزن هو الصبح بعد ما نحن نصحى من النوم، بعد ما ندخل الحمام حتى يكون المثانه عندنا فاضيه، بعديها قبل ما نشرب سوائل نحكي او اي شيء نيجي بنوزن، بنكون لابسين اخف الثياب، يعني اخف الملابس اللي هي بيجامه النوم اللي بتكون يعني اشياء خفيفه حتى ما ياثر على قراءه الوزن. هون احنا هذا ادق وزن ممكن ناخذه، لكن مثل ما حكيت لو انا مثلا يعني صحي حدا من النوم مثلا، سواء بنت لو عندها الدوره الشهريه اكيد هذا وقت خطا في قياس الوزن. احيانا الانسان ممكن يكون يعاني من النفخه، فحتى لو وزن اول ما صحي من النوم ما حتعطي قراءه صحيحه. هو انسب وزن احنا حكينا الصبح، لكن في بعض الاختلافات يعني حسب الحاله لكل شخص، يعني حكيت النفخه او في بعض الامساك او بعض الاشخاص تقلوا كثير في العشاء في الليل كمان مثلا، هي بتاع ثاني يوم في الصباح. احيانا في بعض الاشخاص ممكن قبل بيوم بيكونوا عملوا رياضات مكثفه جدا، فلما يجوا يوزنوا الصبح بيكون ما بتعطي قراءه صحيحه، لانه بيكون عندنا في انتفاخات في الكتله العضليه او في كتله الجسم، فما حتعطي قراءه صحيحه. فانسب وزن هو فعلا الصبح، انه احنا يكون الجسم في وضعه الطبيعي جدا، هذا هو الامثل. وموضوع قراءه الوزن بشكل متكرر هي من الاخطاء جدا سيئه جدا ومؤثره نفسيا ومحبطه للاشخاص، لان الوزن مش هينزل بين كل دقيقه او دقيقه ولا بين كل يوم. طب مثلا كل اسبوع، كل 10 ايام، ولا امتى بالضبط؟ كل اسبوع بالعكس هذا شيء جيد. هلا انا كاخصائي تغذيه دائما بفضل متابعاتي مثلا كل اسبوعين، لكن في بعض الاشخاص لانه تتركيه كل اسبوعين ممكن يشعر في الاحباط، فمش اقل من كل اسبوع، مش اقل من كل اسبوع والى اسبوعين، هي القراءات اللي بياخذها الجسم كل اسبوع، حتى مباشره نحن ما نترك كمان اسبوع نخسره، فكل اسبوع هو ممتاز جدا لموضوع الاشخاص اللي مركزين بموضوع خساره الوزن. تمام.
طيب أستاذة أميمة، هل الهرمونات في الجسم ليها علاقة بموضوع ثبات الوزن، ثبات الجسم، ان هو ما بيقلش خالص؟ انت عارفة ان احنا كنساء وكبنات موضوع الهرمونات ده على طول يعني بيختلف وبيتغير معانا نتيجة فترة حيض، نتيجة فترة النفاس أو حالات نفسية بتمر بيها البنات أو النساء. فالهرمونات يعني مش مستقرة، طالعة نازلة. حتى كتير من الرجال يقعدوا يعني يتريقوا على الستات، يقولوا يا جماعة هرموناتهم على طول بتنكد علينا. فقولي لنا بقى، هل فعلا الهرمونات دي غير انها بتنكد على الرجالة ليها علاقة بثبات الوزن؟ هو فعلا الهرمونات عامله مشكله لنا الستات نفسنا وللرجال. هلا هي فعلا الهرمونات لها تاثير كثير قوي على مقدار نزول الوزن واستجابه الجسم، حتى مثل ما حكينا في الحلقه السابقه كمان لها تاثير في موضوع مقدار نزول الوزن، حتى في طريقه الاكل نفسها لها تاثير. فعلا في بعض الهرمونات من اشهرها والمتعارف جدا والحاليا منتشر بشكل كثير كبير وحتى في صغار السن، موضوع تكيس المبايض. موضوع تكيس المبايض هو من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها البنات في موضوع نزول الوزن، وكمان عندنا مقاومة الأنسولين. هلا تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين أكيد في كثير من الأشخاص بيتبعوا أنظمة غذائية وبيتبعوها بطريقة صحية، ولكن للأسف استجابة نزول الوزن بتكون إما بسيطة شوي أو مش بالقدر المطلوب، لأنه الهرمونات لها تأثير جدا قوي على مقدار نزول الوزن. أكيد هدول الأشخاص لهم طرق أخرى ولهم أساليب أخرى للاتباع في الأنظمة الغذائية، وأكيد النسبة المتوقعة من مقدار نزول الوزن من هاي الأشخاص ليست مثل الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل هرمونية. ولكن نرجع نأكد حتى فعلا ما تتاخذ الموضوع بشكل سلبي أو بشكل إحباط، بالعكس هدول في بعض الأشخاص قادرين جدا على أنهم ينزلوا وزن بطريقة صحيحة، لكن مشروطة باتباعهم للنظام الغذائي الصحي والنظام الرياضي كمان. في عندي كانت مشتركة بعمر تقريبا 52 53، يعني هي ست كبيرة. تخيلي وعنها مقدار من تكيس المبايض. يعني أنا كنت عم بعاني معاها مشكلتين اللي نحن حكيناها في الحلقة السابقة، اللي هي التقدم في السن وأنه مقدار نزول الوزن بصير أقل. الشيء الثاني كان عندها تكيس في المبايض، وكمان في موضوع الغدة الدرقية، الخمول في الغدة الدرقية نفس تكيس المبايض وبتعمل لنا مقدار نزول الوزن أقل. كان عندها تكيس مبايض وخمول غدة درقية. فأنا كنت عم بعاني معاها من 3 مشاكل بالضبط. ولكن فعلا هي سيدة من أروع السيدات اللي كانت قادرة على تحدي نفسها وإثبات إنه أنا فيني أنزل وزن، يعني أنا فيني أتغلب على كل الظروف المحيطة فيها. صدقا كانت في الأسبوعين عم تنزل بمقدار 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص، وهو ما شاء الله، بالرغم من التحديات اللي هي بتمر بيها دي. ما شاء الله عليها. بالضبط، يعني تخيلي كل الظروف اللي كانت محيطة فيها، كانت صاحبة إرادة قوية جدا، وأدت فعلا إنه هي عملت هذا. ولو كانت هي عم تسمعنا أكيد أنا بوجه لها كثير تحية، ما أعرف إذا هي حتكون موجودة معانا، لكن فعلا تحدت نفسها في مقدار جدا رائع. فعلا نزلت وزن متوقع أفضل من أي شخص طبيعي. وبالعكس كان في أشخاص بعمر العشرينات اللي هم عم بيقولوا إحنا عم ننزل أكثر، ما كانوا بينزلوا وزن اللي هي نزلت في 50 ظل هاي الظروف. هو موضوع الحمية الغذائية أو النظام الرجيم أو الدايت محتاج إرادة ومحتاج عزيمة وصبر. طيب، بيحصل كتير قوي ما بين البنات وبعض الأصدقاء أو حتى الإخوات، بتروح واحدة فيهم لمختصة التغذية أو الدكتورة، فبتديها النظام الغذائي اللي بتمشي عليه وبتديها النصايح وبتديها فايل كده بتطلع بقى بيه، وهي بقى ماشية بيه مبسوطة جدا. أول ما بتطلع تروح بتلاقي اصحابها وقرايبها وكله ماشي معاها. ادينا بقى ايه الورق ده علشان ايه نصوره كلنا ونوزعه على العيله كلها، كل البنات والستات، وهو نمشي ايه على نفس النظام اللي انت ماشيه عليه ونشترك معاكي يا ستي في الايه في الكشف. قولي لنا بقى، هل كل العيله اللي توزع عليها النظام ده هيمشي معاهم؟ لا، والأكبر من هيك صاروا يتبعوا الأنظمة المنتشرة على الجوجل أو على وسائل ذكاء التواصل الاجتماعي مثل تشات جي بي تي، يطلبوا برنامج يتبعوه. للأسف هو شيء غير صحيح أبدا، لأنه كل نظام غذائي هو محدد لكل شخص. يعني أنا لما تيجي عندي مثلا أستاذة ندى بدها تتبع نظام غذائي صحي، أنا بيجي باخد الهيستوري تبع الأستاذة ندى، الوزن، الطول، العمر، العادات الغذائية تبعتها، كيف نظامها، عملها اليومي، أوقاتها، كيف هي ممكن تتوزع الوجبات الغذائية عنها خلال اليوم.
في كمان شيء اسمه اللايكس والديسلايكس، يعني انه الشيء اللي بتحبه ندى هو الشيء اللي بتكرهه. هلا ندى ما بتاكل مثلا لحم، مش راح اجبرها على اللحم، بينما اه يعني حيكون نظام حسب هي شو بتستطيعه. مثلا أميمة مثلا جنسية أردنية، أكلها غير عن الأستاذة ندى مثلا من الجنسية المصرية. فهون أكيد عادات أنا وتقاليد حراعي في هاي الأكل وفي الاختلافات. أنواعه بتختلف. بالضبط، حراعي هاي الاختلافات. أنا مستحيل أجي أحكي لندى هلا إحنا متعارف عندنا في الأردن الأكل المنسف، مش حاجة أحط رائع، لندى في تحفة النظام بصراحة، احنا كمان الغذائي. بنحبه. صح، وأنا إن شاء الله يا عمتي. يعني أكيد مش حاجة أحكي لندى لا روحي وجبتك اليوم منسف، فهون مم. بتختلف من لا شخص احنا عندنا لشخص. المحشي يا ميمة، ومكرونة بالبشاميل وكل الحاجات والممبار، اللي بتتخن. صح. يعني فعلا فأنا هون رح أتبع في النظام الغذائي الاختلاف العادات الغذائية، اتباع الأكل المتداول في البيئة اللي هي موجودة فيها، مين اللي بيطبخ الأكل كمان هذا الشيء كثير بيعني لي. هلا أنا ممكن لما تيجي عندي مثلا احكي أنا أميمة وندى جينا نحن نتبع الاثنين مع بعض، ممكن أنا لما أطلع الدكتورة أعطتني أو الأخصائية أعطتني برنامج مشابه لندى، لكن هذا لا يعني المرة الثانية حيكون نفسه. لما اجي انا المتابعه صح. الثانيه ممكن انا استجابه جسمي او معدل النزول ما صار بالمقدار المطلوب، فالاخصائيه رح تتبع معي انظمه اخرى، او رح ممكن تلغي لي بعض الاشياء، ممكن تقلل لي سعرات حراريه بمقدار اكثر، لان هي حتشوف استجابه جسمي. بينما ندى ما شاء الله كان استجابتها كثير منيحه، فالاخصائيه حتتبع معها نفس تقريبا النظام الغذائي لكن مع اختلاف نوعيات الاكل، حتعمل لها اكلات جديده لنحكي. فهون هذا الشيء مش صحيح ابدا. تمام. وإضافة إلى هيك أنا ممكن عندي مشكلة صحية، مثلا أنا وعندي تكيس مبايض، فالأكل تبعي حيختلف، بينما الأستاذة ندى أكلها طبيعي جدا الحمد لله ما عندها أي مشكلة صحية. أنا مريضة سكر، الله يعافينا يا رب، يعني ويعافي آمين، جميع الله مرضى يعافيك. المسلمين. يعني مثلا أنا عندي مثلا مريض سكر رح أكلي يختلف، بينما واحد مريض ضغط أكله رح يختلف. فهون نحن عم نحكي بيختلف حسب الطول، العمر، الوزن، العادات الغذائية، بيختلف حسب الحالة الصحية، حسب استجابة الجسم. فالأنظمة الغذائية هي ليست واحدة للجميع، هي مختلفة تمام حسب كل حالة تمام. وحسب الجنس كمان، يعني ذكر عن أنثى مختلف. اه طيب، هل في أخطاء شائعة معروفة الستات والبنات بيعملوها هي السبب في إنها تبوظ الرجيم، ما تخلوش يجيب النتيجة المطلوبة وهم مش عارفينها؟ من خلال قوارير النهاردة مع حضرتك يا أستاذة أميمة تقولي لهم إيه الأخطاء اللي بتعملوها كتير وإنتوا مش عارفين إن هي دي السبب في بوظان الرجيم، ولابد إن إنتوا توقفوها. صحيح. من أبرز الأخطاء اللي ما حدا بينتبه لها أو قليل من الناس إنه ممكن يستوعبوا هذا الموضوع، اللي هو إنه عم بيقلل وجباته الغذائية. يعني بحكي لك أنا ما باكل إلا وجبة في اليوم، هي من أكبر الأخطاء. يعني إنه عم بتحكي لك أنا باكل وجبة واحدة وما عم بنزل وزن، لا بالعكس بزيد وزن. طبعا أنا كل ما قللت عدد وجبات الجسم أو أدخلت الجسم في مراحل تجويع لفترات طويلة حيبطل الاستجابة وحيبطل الوزن ينزل. النظام الصحي الصحيح إنه أنا أوزع وجباتي الغذائية الصحية على طول اليوم على ما يعادل نحكي 5 وجبات بكميات قليلة. هلا في جملة مشهورة وكثير متداولة إنه كل أكل العصافير. إيش المعنى منها؟ إنه أنا آكل على فترات خلال اليوم، يعني أنا ما أوقف أكل، يعني كل ساعتين 3 عم باكل، لكن أكل كميات بسيطة، يعني ما تشعر معدتي بالتخمة. أنا لما أجي آكل على مرة واحدة المعدة شو حتلحق أو النظام الجسم شو حيلحق ليلحق حتى يحرق مرة واحدة. صحيح هو نظام سعرات حرارية، يعني ممكن أنا آكل في وجبة مقدار قليل، لكن أنا استجاب جسمي اليوم، استجاب هذا الأسبوع، هذا الشهر، بعدين حيدخل في مرحلة الصدمة وحيبطل يستجيب مرة ثانية. فهون نحن عم نأكد إنه ليست فقط مقدار إن أنا قللت في السعرات الحرارية المدخولة على الجسم، ولكن طريقة اتباعي للنظام الغذائي هي كثير لها تأثير وكثير تعكس على استجابة الجسم. هاي من أبرز الأخطاء. الأخطاء الثانية إنه طريقة تحضير الأكل. هلا ممكن إضافة الزيوت أو السمنة أو الزبدة ممكن هي كمان لها تأثيرات عكسية، فالمقدار المضاف هي عم بتأثر. طريقة طهي الطعام، مثلا إنه الطعام المقلي ممكن أحكي أنا باكل بس إنه كان مقلي أو مغرق نحكي عبى بالزيت، هون ممكن كمية قليلة لكن قيمة السعرات الحرارية تبعتها عالية، فهون بالتالي عم باخذ مخزون عالي، هون حتأثر عكس على جسمي. في كمان شيء من
الاشياء مثلا اللحوم او الدجاج اللي نحن عم نتناولها. لنحكي الدجاج على سبيل المثال، امم. الدجاج ممكن احكي انا عم باكل بس وزن، مثلا انا كتبت لي الاخصائي 90 جرام، عم باكل 90 جرام، بس اه. ال 90 جرام من صدر الدجاج ليست نفسها من 90 جرام من الفخذ. ايوه. الفخذ عالي في نسبة الدسم، بينما بالظبط. الصدر هو قليل الدسم. فأنا اه، 90 وصحي جرام من اكتر. صدر الدجاج اه. السعرات الحرارية أقل من 90 جرام من امم. الفخذ. أو في طريقة ثانية ممكن أحكي أخذت صدر منزوع الجلد أو مع الجلد كمان تختلف. الجلد امم. فيه دسم عالي، فلما أطبخه مع الجلد الدسم اللي موجود على الجلد تبع الصدر حيعبي لي الصدر وحياخد سعرات حرارية أكثر. بالظبط. بالظبط. اللحم نفس الكلام، انا امم. اخذت لحم قليل الدهن او عالي الدهن. لما اخذ اللحم البقري غير عن اللحم الغنم. لحم الغنم او الماعز او الخروف لنحكي هو اعلى في الدسم من اللحم البقري. بالتأكيد. القطعه من اي منطقه، امم. فهون في كثير عوامل ممكن تاثر فعلا. تمام. طيب، قبل الختام احنا عايزين نصائح لكل البنات والنساء اللي بيعانوا من ثبات الوزن رغم كل المحاولات اللي بيعملوها، تنصحيهم بإيه؟ ونقول نظام غذائي، مش هنقول عشان الناس تخس، ولكن عشان حياتهم تبقى صحية، عشان صحتهم تبقى كويسة ويقدر الناس كلها تمشي عليه، مش مرتبط مثلا بسن معين او مرحلة معينة، او حتى راجل او ست، لا الجميع ممكن يقدر يمشي عليه عشان يكون صحي في حياتهم. فخلينا نبدأ الأول بنصايح لكسر ثبات الوزن، ثم نشوف سريعا بعدها النظام اللي ممكن نمشي عليه جميعا. لكسر الوزن أول شيء اتباع نظام غذائي صحي مدروس، غير اتباع أي نظام غذائي متداول عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل. لازم أنا أكون ضمن استشارة صحية وفعلية. أي نظام غذائي بيتبع نظام حرمان أو عم تلغي لي بعض العناصر الغذائية نعرف أنه هو نظام غير صحي. يعني أنا لو جيت أنا اتبعت مع أخصائية ولغت لي اللحوم، لغت لي البقوليات أو النشويات، نعرف أنه طالما في حدث معناته هذا النظام غير صحي. هلا ممكن أحيانا صراحة نلجأ ونتبع هذا النظام، ولكن هذا في مراحل متقدمة ليس من البداية. هذا ممكن نلجأ له في بعض الحالات وليس ثابت. فعند عملية الإلغاء هون نعرف أنه هو نظام غير صحي. النظام الغذائي الصحي اللي نحن لازم نتبعه نظام يعتمد على العناصر الغذائية الثلاث اللي نحن حكيناها في الحلقة السابقة. لازم يكون مدروس في مقدار السعرات الحرارية. لازم نشرب مي صح، لأن المي كثير بتأثر على معدل حرق الجسم وعلى معدل استجابة اه. الجسم. اه. لازم نمارس التمارين الرياضية، والمعنى في التمرين الرياضي ليست هي عبارة عن جيم أو ماكينة أو آلات، لا أنا مجرد بالظبط. المشي حتى كان في الهواء الطلق أو مم. داخل مم. البيت بتمارين رياضية أنا بختارها لمدة نص ساعة إلى 45 دقيقة بشكل يومي. لها تأثير جدا رائع في نحت الجسم أو في رسم الجسم بطريقة صحيحة والتخلص من الدهون المتراكمة في مناطق معينة في مم. الجسم. ايوه. في نصيحة حاب أحكيها يمكن بس عشان ما أطول أكثر عليكي، إنه أنا إذا هدفي أركز على مناطق معينة من الجسم فيها إنه فيها دهون أكثر، مم. معناته بتطلب مني أنا أركز على هذه المنطقة تحديدا في الرياضة، وأركز احنا في اصلا يا الرياضة استاذه اللي اميمه باذن الله لو وقت حضرتك يسع فيما بعد ان شاء الله محتاجين نعمل حلقات عن بعض الاماكن في الجسم اصلا اللي ما بتخسش ومحتاجه نظام غذائي معين، واللي هي بتضايق كتير من الستات والبنات. فان شاء الله دي نبقى نعمل لها حلقات مفصله نتكلم فيها بالتفصيل. لكن سريعا قولي لنا ايه النظام الغذائي اللي نقدر نمشي عليه كلنا عشان صحتنا تبقى كويسه الاول، وعلشان لو حابين ان احنا نخس. هل فعلا ممكن اصلا يكون في نظام ينفع لكتير من الناس؟ هلا هو النظام الغذائي الصحي طبيعي واحد طالما الحالة الصحية ما فيها محاذير، ولكن باختلاف الكميات. النوعية بتختلف حسب الحالة الصحية والكميات بتختلف حسب كل شخص. هلا مثلا نفترض هو مثال عام للكل وبيختلف طبعا حسب الوزن وطول العمر مثل ما حكيت. مثلا عبارة عن 5 وجبات في اليوم، تبدأ بالفطار اللي نفترض نحكي مثال على وجبة الفطار مثلا الخبز. أنا يفضل دائما ناخذ الخبز اللي هو الحبوب الكاملة مثل الخبز النخالة مثلا، هو من مم. افضل الخيارات. او بذور الشوفان من الخيارات الرائعه جدا على الفطور. فخلينا نفترض الخبز لانه هو اكثر سلس. الخبز اللي هو مقدار تقريبا الرغيف الصغير او 60 جرام، احيانا ممكن ينزل ل 30 جرام حسب الوزن. فنحكي المعدل التقريبي 60 جرام مثلا من الخبز، مقدار بيضة او بيضتين مثلا مسلوقه، الى جانبها الخضار. هذا الشيء لازم يكون اللي هو خضار مثل الخيار، الخس، الجرجير، ممكن مم. شرائح من الطماطم ولكن ليست بالكثرة، لأنه كل ما تغير الألوان الخضراء هي أقل في السعرات تمام. الحرارية. مم. هذا فطار. يلي الفطور اللي هي السناك أو الوجبة الخفيفة اللي هي مثلا أفطر للساعة 10،
بعدها بساعتين إلى 3 ساعات بيجي عندنا السناك، اللي هي مثلا لازم يكون في عندنا فواكه، أي ثمرة من ثمرات الفواكه. ودائما أنا بفضل ناخذ الفواكه الموسمية، يعني مثلا هلا موسم الصيف متعارف عليه الدراق، الخوخ، نحاول ناخذها حتى نكسب من الفوائد تبعتها. فحبة مثلا أول لنحكي الدراق حبة واحدة متوسط الحجم. بعد السناك ب3 ساعات حتيجي عندنا وجبة الغداء. لازم يكون في عندنا طبق سلطة، ومعتمدين دائما على الخضار الخضراء بشكل أكبر. ما يكون الدريسنج أو صوص السلطة بيعتمد على الزيوت كثير، ولا الدريسنج الجاهزة مثلا المحضرة من مايونيز أو من خلطات. دائما نحاول نعتمد الليمون، الخل، قليل من زيت الزيتون. ممكن نعتمد بالبهارات مثل الزعتر البري، النعناع، اللي بتعطي نكهة جميلة جدا للسلطة. هذا طبق السلطة. إلى جانب الطبق الرئيسي حيكون مقسم، قسم من البروتين يعني الدجاج، اللحم، السمك، طبعا دائما مشوي مش مقلي. النشويات مثل البطاطا المشوية، ممكن الأرز، ممكن الخبز. إلى جانبها مثلا خضار سوتيه ممكن تكون موجودة، أو ممكن نكتفي في الأرز والبروتين لأنه أوريدي الدهون من ضمنه، والخضار عبارة عن السلطة. يلي وجبة الغداء بتقريبا 3 ساعات في عندنا سناك تانية، مثلا مع الشاي ممكن حبة أو 3 حبات من التمر، طبعا حسب كل شخص. ممكن قطعة من الشوكولاتة السوداء اللي هي بتجي تقريبا مكعب. ممكن كوب من الفوشار مثلا مش معمول بزيت كمية كبيرة. ممكن مثلا قطعة من الشوفان مع شوي من الحليب تنعمل بشكل كوكيز صغيرة. يليها وجبة العشاء اللي هي برضو ب2 إلى 3 ساعات. ممكن تكون عبارة عن أي نوع من أنواع الخبز، مثلا توست، قطعتين من التوست. ممكن نجي معاها نحن افطرنا بيض مش حنتعشى بيض، ممكن يكون جنبها مثلا فول، مثلا 3 أو 4 معالق من الفول مدمس، نعملها ساندويش. الى جنبها طبق السلطه او طبق الخضار الطازجه. هون احنا اتبعنا نظام غذائي خلال يوم كامل. ما ننسى شرب المي، هذا الشيء ضروري يكون موزع على جميع الوجبات. اخر موعد للاكل امتى يا استاذه اميمه؟ ما اكلش بعده تاني؟ لو عليك 8:30 الماكسيموم لوجبة الغداء العشاء. لكن نحن لو كنا من الأشخاص اللي بننام بما يعادل الساعة 10، أكيد ناكل أبكر، لأنه نفصل تقريبا 4 ساعات حتى ما يصير في عندنا الحموضة أو الارتجاع المريء اللي هي قبل النوم. لكن أنا لو بنام 2 مش معناها أكل الساعة 10. آخر موعد 8:30، لكن كل ما صار موعد النوم أقرب إلى الساعة 8:30 معناته أنا أنزل وجبة العشاء إلى أقل من 8:30. فهذا الشيء ضروري يكون متبع. إضافة إلى كوب حليب يوميا قليل الدسم نحن لازم ناخذه حتى يكون مصدر كالسيوم. للأشخاص اللي ما بيحبوا الحليب ممكن إضافة معلقة من الكاكاو، أو يتناولوا كوب من اللبن الزبادي، نصف كوب، طبعا بتقل الكمية. فهي جزء من الأنظمة ممكن تكون متبعة. تمام جدا. انا بشكرك في النهايه الاستاذه اميمه درك، اخصائيه التغذيه العلاجيه، على وجودك معانا وعلى هذا الشرح الجميل والبرنامج الجميل اللي ختمنا بيه مع حضرتك، ان احنا فعلا علشان تكون حياتنا صحيه وصحتنا كويسه فعلا نقدر يعني نقوم ونمارس حياتنا، ويكون كمان ما احناش متضايقين من شكلنا او هدومنا بقت ضيقه علينا وحصل بقى خساره كتير في الهدوم والفلوس اللي بتدفع، واحنا يعني بنوصل، يعني بعض البنات والستات بيوصلوا لدرجه انهم مش عايزين يخرجوا او مش عايزين يشتروا لبس لان هم وزنهم زاد جدا ومش لاقيين ما يناسبهم. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، وان شاء الله على وعد بحلقات اخرى نناقش فيها كتير من الموضوعات اللي تهم البنات والستات في موضوع الحمية الغذائية والرجيم. وزي ما شفنا مع ضيفتنا الفاضلة، أهم حاجة يكون عندنا عزيمة وإرادة، ومش موضوع إن احنا بنعمل رجيم يبقى لازم نجوع ونموت من الجوع وخلاص. لا، طالما ماشيين على نظام مناسب لينا ولصحتنا ولوزننا أكيد هيكون في حالة من الإشباع أو عدم الجوع الشديد. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ تلت للطعام وتلت للنفس. وبعدين احنا مش لازم ناخد كل نقوم من على الاكل ممتلئين تماما، ممتلئين، لا، فلازم نسيب تلت للنفس زي ما قال لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.